السلام عليكم. النهارده يا جماعه حصل حاجه غريبه جدا غير المعتاد. يعني النهارده انا صحيت تعبان جدا، دعواتكم بالشفاء كده. صحيت كذا مره وانا نايم بسبب بس ان انا يعني مش قادر اخد نفسي. طبعا احساس صعب جدا جدا جدا، يعني ربنا يعافينا واياكم. ولكن يعني من ساعه ما صحيت بصراحه وانا مفيش في بالي غير معنى واحد بس او حاجه واحده بس افكر فيها، وهي سبحان الله قول ربنا سبحانه وتعالى: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. يعني فعلا التامل في المعنى ده يعني حاجة عظيمة جدا جدا جدا. تخيل ان يعني نعمة واحدة بس من عند ربنا سبحانه وتعالى، هي نعمة التنفس دي، مجرد ان هي متبقاش ماشية بشكل مظبوط 100%، او يبقى بس حاجة كده مش متظبطة، ممكن تؤدي لحاجة شبه كده، تؤدي لإحساس صعب جدا جدا شبه ده. تحس ان انت تبقى نايم ومش قادر تاخد نفسك، فتصحى مفزوع عشان مش قادر تاخد نفسك. سبحان الله، دي نعمة واحدة بس. وحتى في الآية دي الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من بعض اللفتات الجميلة برضو من الله سبحانه وتعالى قال كلمة نعمة. نعمة كلمة مفرد، تمام؟ طب هنحصي ازاي كلمة مفرد؟ يقول بعض الناس ان الله سبحانه وتعالى قال نعمة مفردة لأن كم النعم اللي موجود في النعمة الواحدة لا يعد ولا يحصى. يعني سبحان الله، لو انت تأملت مثلا في نعمة البصر أو نعمة وهب الله سبحانه وتعالى الإنسان للعين، تمام؟ العين ديت بنقدر ان احنا نشوف بيها كويس، نقدر ان احنا نرى بيها. سبحان الله، العين دايما مرطبة بالدموع وما إلى ذلك. نجد ان العين ديت لو جه فيها مثلا تراب او كده بنلاقي ان دايما الافرازات او يعني بيتم غسل الحاجات اللي هي الرفات او الحاجات اللي تدخل العين وما الى ذلك. نجد سبحان الله ان في الحواجب، عشان لو في شويه تراب او عفره او اي حاجه بتغطي العين، بتقفل عينك على طول تحميها. سبحان الله، نعم لا تعد ولا تحصى، كل ده في نعمه واحده. فسبحان الله التامل في المعنى ده يعني يستغرق من الانسان اوقات واوقات. يعني انت ممكن تقعد تسرح بتفكيرك في الموضوع ده لا تنتهي، تقعد تفكر بس في قدر النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى من بيها علينا. لذلك برضو سبحان الله دايما لما تتذكر النقطة ديت لازم تتذكر شيء تاني مقترن بيه، وهو الجزء التاني من الآية، ان انت لا تحصي النعم ديت، لا تحصي شكر النعم ديت. قدر ما تعبد ربنا سبحانه وتعالى وقدر ما تشكر ربنا سبحانه وتعالى وقدر ما تتفكر في النعم ديت، تجد ان انت سبحان الله لا توافي شكر النعم ديت، تمام؟ لذلك ورد في الأثر قصة الرجل اللي يحشر يوم القيامة ويقول لله سبحانه وتعالى، راجل عابد، راجل يعني يحسب ان هو عمل كتير قوي في الدنيا بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، فيحشر فيقول لله سبحانه وتعالى ان هو عايز يتحاسب، يعني ايه بالبلدي كده زي ما بنقول ميري، تمام؟ انا عايز اتحاسب كده زي ما انا عملت، واثق قوي في عمله بقى، انا قعدت حياتي كلها بعبد ربنا سبحانه وتعالى. فيوضع على الميزان وتوضع اعماله كلها، كل اعماله الصالحه في كفه، اعمال عظيمه طبعا، قعد حياته كلها بيعبد ربنا سبحانه وتعالى، مش بيعمل اي حاجه غير انه بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. وتوضع نعمه واحده فقط اللي هي نعمه البصر، توضع في كفه فتغلب كفه البصر، يعني كفه البصر تبقى اتقل. يعني نعمه ربنا سبحانه وتعالى واحده بس اللي هي نعمه البصر، الرؤيه، نعمه العين دي لوحدها اتقل من كل العمل اللي عمله في حياته. يعني كل العمل اللي عمله في حياته لا يؤدي شكر النعمه دي، فما بالك بقى بجميع النعم اللي يعني لا تحصوها فعلا. يعني مثال او كلمه وصف دقيق جدا جدا جدا، لا تحصوها. ادق حاجه تتقال في نعم ربنا سبحانه وتعالى ان هي لا تعد ولا تحصى. فالانسان يعني مع الزحمه ومع الانشغال ومع الامور بتاعه الدنيا وما الى ذلك بيحتاج ان هو يتوقف مع نفسه، وهو لا يحصي نعم ربنا سبحانه وتعالى ولكن يحاول يحصي، يعني يحاول يتامل في نعم ربنا سبحانه وتعالى، يتامل في عطايا ربنا سبحانه وتعالى، العطايا اللي عندنا كلنا او عطايا ربنا سبحانه وتعالى في الظروف اللي بتهيأ لينا او المواقف اللي بنمر بيها في حياتنا ولطف ربنا سبحانه وتعالى بينا فيها وهكذا. يعني انت فكر مع نفسك، يعني فكر مع نفسك كده دقايق، هتلاقي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بنعم يعني بحاول الاقي اي وصف تاني، ولكن ادق وصف فعلا هي انها لا تعد ولا تحصى. فهو السؤال بقى اللي تساله لنفسك، هل انا يعني بكون عبد شكور وبأوفي شكر النعم ديت؟ خلينا متفقين ان شكر النعمه ديت لا يوفى. يعني نعم ربنا سبحانه وتعالى اكبر بكتير جدا من ان انت توصل للحظه تقول الحمد لله رب العالمين، انا كده عبدت ربنا سبحانه وتعالى كفايه على قد النعم اللي هو اداها لي. يعني ده شيء بعيد لا يمكن ادراكه، ولكن ان انت تكون عبد شكور، تشكر ربنا سبحانه وتعالى، تتامل في النعم اللي هو اداها لك وتستحي من نفسك. يعني انت تتكسف ان ربنا سبحانه وتعالى اللطيف الودود بيتودد ليك بكل النعم ديت، وفي النهايه تلاقي ان بالك مشغول بغيره، وبالك مشغول بالدنيا، وبالك مشغول في يعني له. الله سبحانه وتعالى ما وصف الدنيا وما فيها قال ان الدنيا ديت له، تمام؟ فديت يعني تذكرة لنفسي واياكم ان احنا دايما نتذكر فضل ونعم ربنا سبحانه وتعالى علينا،
ونتذكر ان ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ان هو شملنا بنعم لا تعد ولا تحصى. فيجب علينا ان احنا نتوقف مع انفسنا ونتذكر دايما ان احنا نشكر النعم ديت، ونتذكر لطف ربنا سبحانه وتعالى، ونتذكر ان احنا نجتهد ونعمل قدر المستطاع. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيقيم الليل ويطيل في القيام وما الى ذلك، كان يسأل يا رسول الله هون عليك، يعني انت رجليك بتتفطر وتتورم من شدة القيام، هون عليك، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني يا رسول الله انت كده كده مغفور ذنبك، ليه بتتعب نفسك قوي كده في العبادة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يرد ويقول ايه؟ يرد ويقول جملة سبحان الله احنا محتاجين كده يعني ايه نعلقها كده قدامنا ونحطها عشان تكون يعني سبحان الله يعني معنى كده نمشي بيه في حياتنا كلها. تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول افلا اكون عبدا شكورا. الجملة ديت كده تعتبر يعني كلايف ستايل كده يعني الواحد كسف يتكلم انجليزي بصراحة في هذا السياق، ولكن يعني تعتبر كحالة كده الواحد بيعيش على اساسها. يعني افلا اكون عبدا شكورا، تتذكر نعم ربنا سبحانه وتعالى، وتتذكر ان انت في اي لحظة وفي اي وقت انت بتعبد قدر استطاعتك وقد ما يمكن فعله عشان بس تكون عند الله سبحانه وتعالى من الشاكرين. وفي النهاية طبعا ده لا يوفي شكر الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني الواحد بيلتمس رحمة ربنا سبحانه وتعالى، والواحد زي ما ذكرنا يعني بيستحي ان هو يقابل ربنا سبحانه وتعالى وهو لم يكن كثير الشكر وكثير الحمد. الحمد لله سبحانه وتعالى على كل النعم المحيطة بينا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما تخلوش التفكير الرأسمالي البحت اللي احنا عايشين فيه دوت ينسيكم نعم ربنا سبحانه وتعالى اللي بتشملنا في كل مواقف حياتنا. فأذكر نفسي وإياكم ان احنا دايما نحب ربنا سبحانه وتعالى ودايما نشكر ربنا سبحانه وتعالى ونرضى بنعم ربنا سبحانه وتعالى، لان هي فعلا لا تعد ولا تحصى. وده يترجم لأفعال ويترجم ان احنا دايما نسعى ان احنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى بلساننا وبأفعال. فيديو كده خفيف، اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب. سلام عليكم.